زي ما حضراتكم عارفين الاجابه هنكتبها في وقت البريك في ورق، وهنختار النهارده 3 فائزين عشان نعطي فرصه اكبر للطلاب. استطاع محمد علي باشا أن يعتلي عرش مصر في عام 1805 بعد أن بايعه أعيان البلاد ليكون واليا عليها، بعد أن ثار الشعب على سلفه خرشد باشا، ومكنه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة به من أن يستمر في حكم مصر لكل تلك الفترة، ليكسر بذلك العادة العثمانية التي كانت لا تترك واليا على مصر لأكثر من عامين. النهارده معانا شخصيتين، شخصية محمد علي باشا وشخصية السيد عمر مكرم نقيب الأشراف. طبعا الطربوش بيعبر عن شخصية محمد علي باشا، والعمامة تعبر عن شخصية السيد عمر مكرم. وهذه مسرحية شعرية كتبها الروائي المسرحي محمد أبو العيلة السلموني. أهلا أهلا بالسيد مكرم والزعماء، أهلا. ايه ده في ايه؟ ضع كفك في كفي يا محمد علي باشا، الليلة نغلق بك صفحات كانت أحلك ما مر بمصر من الظلمات، كي نبدأ بك صفحات نحو النور، نحو الحريات، ونحو أمانينا الحسان. هل تسمع صوت المصريين؟ المصريون أولئك خلعوا الليلة خرشد باشا الوالي الطاغية الظالم، خلعوه ليختاروا بدلا منه الوالي العادل والإنسان. ترى يا محمد علي باشا أتظن بنفسك هذا الوالي العادل والإنسان؟ يا سيد مكرم، إني لا أدري، لكني لست أظنك تبغي مني مجرد رد سؤال. يعجبني أنك أذكى من صادفت من القوات. ما تلبس التين فوق بعض. يخجلني قولك هذا يا سيد مكرم. ماشي يا سيد مكرم. ما اعرفش اكبر الصورة ولا اصغر الصورة. لا كده واضح ولا كده واضح. يا سيد مكرم، يا سيد مكرم، يا سيد مكرم، معذرة يا سيد مكرم، فالأمر خطير. ماذا في الأمر؟ خرشد باشا قد رفض قرار الخلع بحجة أن الخلع قرار سلطاني لا نملكه نحن المصريون. هذا ما كنا نتوقعه. الأخطر من هذا ما قام به خرشد باشا، إذ أمر بتحسين القلعة وبتخزين الأسلحة استعدادا لمقاومة الثورة. فلتكن الحرب إذن، ولنعلن في كل الأرجاء بأننا قد أعلنا الحرب على خرشد باشا حتى يسقطه الشعب من القلعة. فليسمح لي السيد مكرم أن آمر فرقتنا الألبانية لتنضم إلى القوات. كلا يا باشا، خلع الوالي وكذلك تنصيبك بدلا منه تقرر باسم المصريين، وسوف يتم بأيديهم لا أيدي الترك أو الألبان. أبلغ صالح يا ولدي أن وزع أسلحتك في كل مكان، وامنع من يصعد للقلعة أو ينزل منها، واعلن بأننا سنظل نحارب خرشد باشا حتى نسقطه ونوصف والينا المختار. سؤال الحلقة النهاردة: في أي عام تولى محمد علي باشا حكم مصر؟ الإجابات في البريك بورقة مكتوبة، وشكرا لحضراتكم.